وانا احكي لكم قصه الانبا مكاريوس الكبير. والانبا مكاريوس الكبير طبعا كلنا عارفين ده من اباء الرهبنه الكبار جدا، وكل الاباء اللي احنا بنسمع عنهم في الرهبنه دول كانوا في الفتره بتاعت القديس مكاريوس الكبير. يعني ده في بدايه رهبنته كان واخد الكروبين ووداه للجبل بتاعه. ففي مره وهو بيصلي سمع صوت بيقول له: يا مكاريوس لم تصل بعد الى امرأتين موجودتين في المدينه، سيدتين عاديتين متجوزين مخلفين. فالقديس مكاريوس خد العكاز بتاعه وراح لهم، يعني راح المدينه وراح يدور عليهم ولقيهم، فبيسالهم: انتوا بتعملوا ايه؟ يعني انا راجل قاعد في الجبل بقى وعندي تلاميذ وبصلي وبصوم. وكان القديس مكاريوس ربنا يديله نعمه لدرجه انه كان بيشوف يعني الشياطين عادي، كان يشوف الشياطين وهم بيحاربوا القديسين. فقالوا له: احنا ما فيش، احنا متجوزين ادينا 12 سنه، اتنين اخوات عايشين مع بعض في محبه. لو واحده شافت ابن اختها مثلا تعبان او بيعيط بتساعده بترضعه، ما قلناش كلام جارح لبعض، عايشين في محبه. فدي يعني حياه القداسه، ان انا عايش مع ربنا، مش لازم ان انا ابقى لابس زي معين، والزي المعين ان انا مخصص لربنا فقط لا غير. لكن ان انا ابقى قديس ده اراده كل واحد فينا، من ساعه ما اتولد وساعه ما اتعمد هو بيبقى قديس، فلازم يحافظ على القداسه دي.